بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة يا جماعة، معاكم النهاردة أحمد حمدان. هنتكلم النهاردة عن أفضل شهادات في البنك الأهلي المصري مطروحة دلوقتي، اللي هي شهادات 25% وشهادات 22.5%. لو الموضوع ده يهمك خليك معايا. طبعا في البداية كده حابب اقولك، لو انت معاك فلوس مش محتاجها او مش محتاج فلوس كل شهر بمعنى اصح، فانصحك انك تعمل الشهادة 25%. دي هتقبض العائد بتاعها بعد سنة. يعني لو معاك 100,000 جنيه هتاخد 25,000 جنيه بعد سنة. طب لو معاك 50,000 جنيه هتاخد عليهم عائد سنوي برضو 25%، اللي هم 12,500 جنيه. يبقى 50,000 تجيب 12,500، 100,000 تجيب 25,000 بعد سنة. طب معاك 200,000 هتاخد 50,000، ولكن برضو بعد سنة. في حد تاني يقول لي لا انا محتاج الفلوس عائد شهري. هو ده بقى اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي برضو. بص يا سيدي، لو معاك 10,000 جنيه غالبا هتجيب لك كل شهر 187 جنيه ونص. طيب بتتحسب ازاي؟ تحط المبلغ بتاعك بتضربه في 22.5 على 100، وترجع الناتج اللي هيطلع لك اقسمه على 12. خلاص. فلو معاك، انا ببسطها لك بقى، يعني اي مبلغ معاك اضربه في 22.5، وبعدين ارجع اقسمه على 100، وبعدين الناتج اللي يطلع اقسمه على 12 عشان نطلع كل شهر تاخد قد ايه. ولكن انا هبسطها لك كده، ال 11,000 جنيه تجيب لك 206 جنيه في الشهر. فلو معاك 11,000 جنيه هتجيب لك 206 جنيه في الشهر. لو معاك 55,000 هتجيب لك 1031 جنيه كل شهر. يبقى عشان نبسطها كده، تقريبا عشان تجيب 1000 جنيه في الشهر محتاج انك تحط 55,000 جنيه في البنك شهادة على عائد 22.5%، عائد شهري. طبعا هتطلع لك حوالي 1032 جنيه او 1031 جنيه تقريبا كل شهر. ده عائد شهري. يبقى انا بسطت لك كل الشهادات اللي موجودة دلوقتي، وقلت لك اي مبلغ عايز تعرفه بالنسبة للعائد الشهري هتضرب المبلغ زي ما اتفقنا 22.5 وترجع تقسمه على 100، هيطلع لك العائد السنوي. ترجع تقسمه تاني على 12 هيطلع لك العائد الشهري. حبيت اوضح لك دي افضل شهادات موجودة حاليا في البنك الاهلي. طيب الأغلبية العظمى هتعمل أنهي شهادة؟ بصراحة أنا شايف إن العائد الشهري أكتر الناس هتروح تعمل على العائد الشهري. حد هيسألني يقول لي الشهادات البنكية حلال ولا حرام؟ هقول لك يا فندم روح اسأل الجهة المختصة بذلك اللي هي دار الإفتاء المصرية. نزل ابلكيشن دار الإفتاء المصرية على تليفونك واسألهم، أو خش على الإنترنت تشوف هم قايلين إيه. هيقول لك عادي خالص، ما فيهاش أي مشكلة. فموضوع ان حلال ولا حرام دي لازم تسأل الجهة المختصة. خلاص. انا حبيت اوضح لك كل حاجة بالنسبة للشهادات المطروحة دلوقتي 2023 من البنك الاهلي وبنك مصر. طبعا لحد هنا حلقتي تكون انتهت معاك النهارده. ما تنساش تضغط على علامه سبسكرايب الحمراء دي وتفعل الجرس من جنبها من تحت الحلقه دي عشان يوصلك كل جديد. واخر حاجه احب اقولها لك، نورتوني في قناتي، وكان معكم احمد حمدان. قاعدين يا جماعه، والله الحلقه خلصت. سلام عليكم.